المعلم حسن شحاتة بيخرج بتصريحات قوية جدا عن إمام عاشور وعن الكابتن رضا عبد العال وعن فوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بهدف موديست وإمام عاشور. حسن شحاتة بيهاجم رضا عبد العال في تصريحات قوية جدا وبيقول الهجاص ملوش دعوة بإمام عاشور وإمام عاشور برقبتك. المعلم حسن شحاتة بيخرج في تصريحات قوية جدا وبيدافع عن النادي الأهلي وبيقول إن منظومة النادي الأهلي والتزامه. المعلم حسن شحاتة بيهاجم الكابتن رضا عبد العال في تصريحات قوية جدا وبيقول ان الكابتن رضا عبد العال الهجاص وان امام عاشور برقبته. اهلا بكم في قناتكم صيادين النيل مع الزملكاوي محمد يوسف. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا على قناتكم صيادين النيل. حسن شحاتة بيهاجم رضا عبد العال وبيقول له مالكش دعوه بامام عاشور يا هجاص، وليه متعمد تهاجم النادي الاهلي؟ وبعض الاعلام الزملكاوي بيتعمد ان هو يهاجم النادي الاهلي اكتر ما بيحاول يصلح نادي الزمالك ويقول اخطاء وعيوب نادي الزمالك. المعلم حسن شحاتة بيقول ان النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات وان النادي الاهلي بعد ما كسب السوبر المصري بيدور على بطوله جديده عشان يكسبها، وبيشكر امام عاشور على مستواه اللي قدمه في المنافسات مع النادي الاهلي وفوزه بثالث العالم وفوزه بكاس السوبر المصري. وبيقول لرضا عبد العال ان امام عاشور وشه مش نحس وان انت هجاص ومالكش دعوه بلاعيبه النادي الاهلي ولا بالنادي الاهلي، وليه بتتعمد على طول ان انت تهاجم النادي الاهلي عشان خاطر تصدر للاعلام ان انت زملكاوي جامد وكل الناس تجيب متابعات، ولكن انت كده بتدمر لعيبه منتخب مصر. وامام عاشور موهبه كبيره جدا ما ينفعش نضيعها عشان خاطر واحد عايز يظهر في الاعلام ان هو راجل بيقول راي قوي ضد النادي الاهلي. طبعا كلنا بنشوف بصراحه ربنا كابتن رضا عبد العال بيهاجم النادي الاهلي بمنتهى القوه وبدون اي وجه حق. طيب يا كابتن رضا، انت بتقول على امام عاشور ان هو نحس وان هو الاهلي هيبيعه وان هو شتم صالح سليم. النقطه الوحيده اللي بتفق فيها مع الكابتن رضا عبد العال ان امام عاشور فعلا شتم النادي الاهلي وشتم صالح سليم، والنادي الاهلي تخلى عن كل مبادئه وقدر ان هو يضم امام عاشور في لقطه انا في وجهه نظري هي فيها خساره اخلاقيه للنادي الاهلي وخساره وتخلي عن مبادئ النادي الاهلي. وفي المبادئ النادي الاهلي لما يضم امام عاشور بعد ما شتم صالح سليم وشتم جماهير الاهلي. ولكن امام عاشور ما حدش يقدر ينكر ان هو مكسب فني وتكتيكي للنادي الاهلي ولاي فريق يلعب فيه، لان لعيب جامد جدا ولاعيب منتخب مصر. وشفنا كلنا امام عاشور في مباراه مصر والسنغال وكان ماسك ساديو ماني مخليه معه الشايف قدامه ومش عارف يعدي منه بكوره، ولاعيب عنده شخصيه اللعيب الكبير. امام عاشور يا جماعه لعيب اوروبي، ولكن انا الحاجه الوحيده اللي بنتقد فيها اداره النادي الاهلي انها وافقت انها تضم امام عاشور اخلاقيات امام عاشور. وامام عاشور بتاع مشاكل، وامام عاشور لعيب يعني من نوعيه ابراهيم سعيد وشيكابالا وحسام غالي، اللعيبه اللي هي بتعمل مشاكل وميدو. ولكن بنتمنى ان امام عاشور يقدم مستوى عالي حتى لو كان مع النادي الاهلي، وبنتمنى اكتر ان هو يحترف لان امام عاشور لعيب موهبه كبيره يا جماعه ولازم نحاول نستغلها عشان ما تضيعش زي المواهب الكبيره اللي ضاعت من مصر. بشكركم على متابعه الفيديو، ما تنسوش تدعمونا باللايك والفيديو وقولوا لنا في التعليقات هل عجبكم الفيديو ولا لا، ورايكم في امام عاشور وهل هينجح مع النادي الاهلي في الفتره الجايه ولا لا. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات.